امكانيات اللاعبين وحتى الحاله النفسيه ديالهم يعني بحال المد والجزر، وبالتالي نصري واحد من المغاربه، وهذا الهدف اكيد الى تزاد اهداف اخرى غيعطي ثقه في كتشوف في الاعاده ديال اللقطه حصرها بالصدر ضارب مع الكره، ولكن الحارس في الاوسط اللاعب غوران كاتشيا خطا لا في انتظار ذلك حذاري من المرتد. محاوله تسديد بونو، السد العالي المغربي، تمويه جميل، يعني عندهم هذه جوج مرات كيموهوا بالجسد كيخلي الكره تمر، وهي مناسبه نذكروا بما صرنا في المونديال. الانطلاقه كانت في سنه 1970 بمكسيكو تحت قياده المدرب اليوغوسلافي فيدينيك. الجورجيين حكيم زياش بالقدم في اتجاه فرصه عند اللاعب بوفال، المتابعه رقم 6، ولكن حنا سلاحنا في المرتدات الخاطفه يتفاعل الجمهور مباراه. نعد فرصه دخل منطقه الجزاء، اشرف حكيمي تسديده، والحارس وكانه تحول الى حارس كره اليد ساقره الى منطقه الجزاء. لو كانت قويه بعد اشرف حكيمي ما كانش غيشدها نهائيا، لكن فقد التوازن كوتشفيلي. غرام العميد، تمريره خاطئه، جميله جدا لان الوقت اللي هز عينيه شاف الحارس مغادر المرمى ديالو ان صحت التسريبه. شوف معايا اللقطه، تمريره خاطئه من 55 متر، الهديه لا ترد، وان كانت عند حكيمي بعيني مغمضين كيف كنقولوا، فقط تبعها الحارس جورجي مامارتشفيلي وهي تستقر في المرمى. الهدف كيجي في الدقيقه 29، ثنائيه لفائده الاسود، اسود الاطلس دفاعيه. هناحي حكيم زياش، تمريره جميله في الخلف في اتجاه حكيم نصيري غيدور مع كره، يا سلام، كنت زيد شويه تعطيها بتسديده اقوى ترتقي الدرجات. شوف اللقطه اعاده، يعني حكيمي وكذلك زياش لاعبين اليوم بسخاء، يعني يسخرون امكانياتهم من اجل الاخرين، بالخصوص اذا كان عمل ضرب الكره ديالو في اتجاه من اللاعب رقم 7 تشينغري اللي دخل قبل لحظات، ضاعت ليه الكره عند اللاعب أوناحي محاوله المرور داخل منطقه الجزاء، باقي الخطر محدق الحارس. لو نعمل النباهه ديال الحارس في ثلاثه المناسبات ربما كانت الحصه تكون ثقيله بكل صراحه، لان 4 ديال التدخلات كانت موفقه. شوف يعني من زاويه صعبه مغادر المرمى ديالو تشفيلي. عبد الرزاق حمد الله 3 مقابل 3، شنو غيدير بعبد الرزاق؟ مشات عند اللاعب سفيان بوفال امامه الشاعر عند عبد الرزاق حمد الله، وضربة جزاء لان كانت لمسه يد. حصل الكره ديالو وحاول يرفعها، كنشوف العميد كيقول بان اليد كانت مجموعه مع يعني الجسد، ولكن تغير الاتجاه ديال الكره، الحكم كان قريب من على مامارتشفيلي. عطات اشاره ديال تنفيذ ضربه الجزاء، ممنوع يدخل اي لاعب من اللاعبين داخل منطقه الجزاء، صعيب يقبطها رغم انه مشى في الاتجاه ديالها، ولكن السرعه باش كانت غاديه الكره قليل جدا ان اللاعب يغامر. هناك انشراح داخل المدرجات، 3-0 نتيجه من الناحيه المعنويه، تحفيز جيد للمنتخب المغربي. شوف اللقطه بكل هدوء، صعيب بكل صراحه رغم المتابعه ما يمكنش احسن مثل هذه الكرات، مشات ملولبه دائريه وبقوه كبيره، ما يمكنش شيء. وبالتالي الان ترتفع الحاصله الى 3-0. اللاعب رقم 12
فرصة مرتد خاطب لفائدة المنتخب المغربي مرة أخرى عند اللاعب إلياس الشاعر. إلياس تمريرة جميلة، تسديدة والتماس. تسديدة من عند عطية الله الظهير المكوكي اللي حتى الآن نجح في الدورة ديالو عبر المزاوجة ما بين الدفاع والهجوم. الحارس مرة أخرى تدخل ويبعد الكرة للتماس. شوف اللقطة، شوف التمريرة كي كانت رائعة فعلا.